السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ سيسي. ان شاء الله النهارده هنعمل ساندويتش على الطريقه الاسبانيه. الساندويتش اسمه كروك مونسيور. يلا نشوف الطريقه. لو عايزه تشتركي في قناتي اكتبي في البحث فوق مطبخ سيسي، اضغطي انتر، هيدخلك على القناه، هيظهر لك كلمه اشتراك، اضغطي عليها، فعلي الجرس، وبعدين حفظ عشان يوصلك كل جديد بنزله. هعمل صوص. اول حاجة صوص البشاميل هنعمله سريع. الطاسة على النار، بضيف معلقة صغيرة مليانة سمنة او زبدة، عليهم معلقة كبيرة دقيق ورشة ملح ورشة فلفل اسود، نشوحهم مع بعض. بعدين هنزل عليهم حليب سخن، بس خلاص الصوص خلص، هسيبه هقفل عليه. تاني حاجة معايا عيش توست. ممكن تعمليه في البيت او تشتريه، وطريقة العيش التوست موجودة على القناة. هاخد جزء من الصوص اللي احنا عملناه، صوص البشاميل، معايا لانشون عاملاه في البيت، لانشون بيتي وعملته وموجود على القناة طريقة اللانشون. ساندويتش جديد وممكن نديه لولادنا وهم رايحين المدرسة، او تحطيه لهم في اللانش بوكس. نحط كمان جزء كده. اللانشون يا جماعة طري جدا على فكرة اهو، عشان بس وانا بقطعه في الفيديو بتاع اللانشون في حد قال لي انه اللانشون شكله ناشف، عشان كده بقطعه بالراحه. لا، انا بقطعه بالراحه عشان بيتفرفت اهو، طري جدا، فانا مش عايزاه ينزل متفرفت، فبقطعه بالراحه عشان اخد منه قطعه. جبنه شيدر. ممكن بدل الجبنه الشيدر لو ما عندكيش شيدر ممكن تدهني في الاول على العيش التوست، تدهني لا اله الا الله، تدهني جبنه اللي هي المثلثات او الكيري. وبعدين هندهن اللي هو الوش التاني من العيش. نرجع نحط طبقة بشاميل برضو تاني. ممكن الساندوتش ده تعمليه 3 طبقات بدل طبقتين 2. تمام، ممكن تعليه، يعني تعلي الطول بتاعه، يعني بعد ما تدهني كده تكملي تحطي، ممكن تحطي جبنة كمان وتحطي لانشون وتعلي الساندوتش. وبعدين هحط جبنة موتزاريلا
هو الساندويتش دسم جدا ومليان عناصر غذائيه، حلو كتير بصراحه، طعمه حلو، انا بحبه، بياخدش وقت كمان. هدخلهم الفرن على درجة حرارة 180. لا طبعا ما تشغليش الفرن من تحت، شغلي من فوق بس اللي هي الشعلة. انا طبعا هضطر استخدم البوتاجاز الكبير اللي انا ما بحبش دايما استخدمه لان هو فيه شعلة من فوق. تدخليهم مجرد ما تلاقي الجبنة ساحت تطلعي على طول. الحكاية كلها بتاعت 5 دقايق الجبنة بس تسيح. ما تشغليش ابدا من تحت عشان العيش ما ينشفش من تحت. بعد ما طلعتها من الفرن، بسم الله، من جوه اهي. طب طب اعمل ايه ده في هذه الحالة؟ ماذا افعل؟ ماذا افعل؟ ادوق، بسم الله. من احلى السندوتشات السريعة اللي انا عملتها بصراحة، جربوها باذن الله هتعجبكم وتعجب اولادكم كمان. تقدروا تعملوها لاولادكم وتديها لهم في اللانش بوكس بتاعهم، هتعجبهم قوي ومختلفة، يعني تجديد برضه عشان الاطفال ما بيحبوش كل يوم نفس السندوتشات. بتمنى السندوتشات تكون عجبتكم النهارده، مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي. ان شاء الله المقادير هتلاقيها موجودة تحت الفيديو في صندوق الوصف. صندوق الوصف قدامنا على الشاشة، موجود في الجنب مثلث. المثلث ده تضغطي عليه هيفتح لك صندوق الوصف. زي ما احنا شايفين هتلاقي مكتوب اضغط هنا لمشاهدة المقادير. اضغطي على اللينك اللي لونه ازرق هيدخلك على البلوجر اللي موجود قدامنا دلوقتي. البلوجر هتلاقي موجود فيه المقادير كتابة والشرح كمان بالصور وبالتفاصيل.